يا بنتة، شلت السجاد عشان رعد يقعد على الأرض. اه والله الجو سخن صراحة. ربنا الواحد مش طايق نفسه أصلا. لاحظت ان هو بيروح داخل تحت السجادة كده، وهو عامة يعني بيعمل حركة القرعة دي على طول، يعني بينام تحت السجادة وبيستخبى، واحنا ساعات نعمل نفسنا يعني مش شايفين. بس لقيت الدنيا حر، رحت شلت السجادة. بص بقى المرمي ازاي، اللي يشوفه يقول خيشة. والله العظيم الكاميرا هي اللي مغمقة الصورة كده، هو أبيض على فكرة يا جماعة. مش عارفة ماله. المهم، عايزة احكي لكم على موقف كده. عرفت ان رعد ده خيخة وملوش لازمة. احنا لما فاتحين البلكونة هنا على طول، بلكونة الصالة دي، وفاتحة الشباك اللي قصادها اللي هو بيبص على التراب. لقيت طبعا بيبقى في الحر صراصير بتطير. اه والله. وفي صرصار كبير دخل عندنا، فدخل دخل في البلكونه ونزل تحت. طلع بقى من البلكونه دي، دخل تحت الركنه، دخل تحت الركنه دي. فطلع، فضل يمشي كده، راح ماشي من هنا. انا قاعده كده على الكنبه واتفاجئت بالصرصار ده كبير طالع من تحت الكنبه. انا من النوع اللي بخاف جدا يعني بحبش شكل الصرصار ده خالص. فبصراحة انتظر انه رعد يتحرك يا ولاد. انتظر اشوف منه اي ردة فعل كده يحسسني ان هو حد ليه قيمة كده، ممكن يقف معانا في المشاكل ولا في اي حاجة. لقيته اول ما بص كده لقيت صرصار طالع. راح بص له بقرف كده وطلع يجري دخل جوه. بعدين رجع بص عليه تاني. وطلع يجري على الأوضة. قلت صلاة النبي ما شاء الله، ده انت خايف من الصرصار؟ لا افرض دخل عندنا حاجة كبيرة، افرض فار، انا لو شفت فار يغمى عليا. فلقيت رعد ده، لا لا، ما يعتمدش عليه. ده تسندي على حيطة مايلة وما تسنديش عليه ده. عملت ايه بقى؟ اول مره في حياتي طبعا، لا الدنيا بايظه، كله نايم، مفيش حد صح. انا عايزه اصرخ واقول يا جماعه الحقوا في صرصار. اول مره في حياتي اتجرأ بقى، ولقيتنا خلاص الصرصار داخل على، هيدخل تحت الركنه التانية، يا اما هيخش تحت الكنبه، يا اما هيخش تحت النيش، فهيزوغ ومش هنشوف. رحت جايبه الشبشب، اقرب حاجه الشبشب، ورحت دايسه عليه بقى، موته. اول ما موته رعد طلع قاعد يبص عليه وبيستغرب، هو مش كان بيمشي ده؟ راح في. اللي جراله. فالقط ده مش، خلاص انت مالكش لازمه يا رعد، انت خذلتني، انا احبطت. انا كنت فاكره ان ورايا راجل، طريق بطل من ورق. انت يا عم الحاج، اما بس فلح بس يعني تعمل سبع علينا احنا. لا وشايفني وانا عماله اتنطط يا صرصار، يا صرصار، انه يتحمق عليا مثلا، ولا ولا يقول لا ده في حاجه غريبه بتحصل، لا خالص. ولا هو هنا ولا الهوا. من شويه برضو كان بتاع الانابيب بيعدي، فقلت لاحمد ينزل يغير لنا الانبوب. فهو بصوا لو الباب اتفتح بيطلع بره على طول. راجل زهقان كتر خير، طلع. فبسيبه يقعد على السلم شويه، يقعد قدام الباب. في الاخر يعني ما بيلاقيش مأوى غير هنا فبيجي. بس هو ما بيتخطاش المصطبه اللي تحت. فاول ما سمع اول ما بيسمع صوت رجلين طالعه، تلاقيه صاروخ طياره فريرة دخل جوه. فالمهم بقى ان هو عارف، بيعرف صوت الرجلين. سبحان الله، اول مره اكتشف الموضوع ده. يعني على قد ما هو خواف وجبان كده، بس بيعرف صوت الرجلين يميزها.
يعني او عرف ان يفضل باصص يطلع درجة ويبص وراه، يطلع درجة ويبص وراه زي الحرامي بالظبط. لقيته ايه، طلع درجة، اول ما حس بصوت رجلين كده راح طالع درجة وبص وراه، وبعدين ما عملش ردة فعل، ما جريش زي كل مرة. لقيته راح بص تاني، نزل تاني نفس الدرجة اللي طلعها، وراح بص كده لقى احمد طالع بالانبوبة، راح نايم على السلم. عرف بقى ان لا ده مش حد غريب يعني. اما هو في العادة يعني اول ما يسمع صوت رجلين يطلع يجري، يروح داخل تحت يخش الأوضة بقى، يخش تحت السرير ويدخل ويطلع يستكشف، قال يعني اللي طلع ده مشي ولا لسه قاعد. امبارح كان في قطة على السلم لونها رمادي، كنت عايزة والله اخدها واخليها معايا، الصراحة خفت يا ولاد، خفت لحسن ايه تبهدل لي الدنيا، وهي مش ناقصة بصراحة. يعني رعد بالفرو بتاعه، انا قرفت من حياتي بسبب الفرو، فمش عايزة يعني مش عايزة اكملها بقى بقطة تاني، وكمان ما اضمنش القطة دي تكون نظيفة ولا مش نظيفة، فمع ان شكلها حلو والله، بس قلت بقى لا، مش ضامنة موضوع الايه القطط اللي بتبقى بره دي، مش عارفة ممكن تبهدل لي الدنيا فما رضيتش اجيبها. فعايزة اقول لكم هي مسؤولية، يعني مش حاجة سهلة انك تربي حيوان زي كده، بس نعمل له ايه، هو اللي دخل عندنا، هو اللي جه هو اللي جه عندنا، هو اللي جه بإرادته، احنا ما حدش جري وراه وجابه. سبحان الله، يعني موضوع ان هو يجي يدخل بيتنا ده كان شيء مستبعد. يعني من رابع المستحيلات ان انا كنت اتخيل ان اربي قطه في البيت، بس سبحان الله يعني لقيت القط ده جاي عندنا لوحده كده وارتبط بينا ارتباط غريب. انتوا لو دخلتوا على الفيديوهات بتاعته من اول ما جه عندنا هتعرفوا سبحان الله ان القط ده يعني ربنا بعت له رزقه عندنا، يجي ياكل ويشرب وينام عندنا، مع ان يعني الشارع واسع والناس كتير، بس ما تعرفوش سبحان الله. وطلع ودخل وخدوا احمد وداه لواحد صاحبه وقعد عنده يومين 3 وجه تاني. سبحانك يا ربي، فاقول لكم ايه، هي ارزاق وكل شيء مكتوب لنا ان القط ده يقعد معانا، وبقاله داخل في رابع سنة دلوقتي، وسبحان الله ما يقدرش يقعد بعيد عننا يعني. مرة احمد خده ووداه عند واحد صاحبه، خده معاه يعني، كان رايح عند واحد صاحبه ده عنده قطط كتير، يعني سايبين البيت مفتوح كده، فالقطط بقى اللي بتخش ويطلع، القطط تدخل وتطلع عادي، فعندهم قطة والدة وعندهم كذا قطة يعني. فخد قعد معاه، قال لي ايه يعني يتسلى مع القطط اللي هناك ويلعب معاها. والله عايزه اقول لكم ان احمد بيحكي لي يقول لي ان هو كان يعني مش خايف قد ما هو مش حابب، مش متحمس ان هو يقعد معاهم، يعني سابهم وطلع قعد ايه على السلم، بس قعد يبص لهم كده، لدرجه ان هم اول ما طلعوا اصحاب البيت يعني طلعوا لقوا ما لقوش رعد، فخافوا لا يكون طلع بره البيت وحد خده، فقعدوا يدوروا عليه وهو قاعد على السلم. واما القطط اللي هناك كانت يعني فرحانه بيه وعمالين يعني عايزين يتصاحبوا معاه وكده، فمش عارفه دي عزله ولا هو جاله اكتئاب ولا ايه. بس احمد بيقول لي لا، هو ما كانش يعني منعزل، كان عادي بيلعب معاهم، بس مش اللي هو يعني مندمج قوي، وحس ان هو مش حابب انه يقعد في وسط البيت ده. واول ما جه هنا يا ولاد عايزه اقول لكم زي ما يكون كان بيعزق، اول ما دخل راح داخل على السرير على طول وراح نام. ايوه بينام يا اختي على السرير، بينام على السرير، واخد بيت اللي خلفوه، واخد راحته. رعودي رع يرعد. كنت قاعده انا واحمد جوه في الاوضه بتاعت العيال دي، وقاعدين بنتكلم عادي، وجه كان قاعد في الصاله هنا بعد ما فطر، راح داخل ايه قاعد معانا. اما ما يقدرش يقعد لوحده، لازم يقعد في وسطينا، راجل اجتماعي.
فدخل راح هو قعد نام شويه على السرير. قلت بس ده هيروح في النوم. اول ما اطلع يا عيال من جنبي، اول ما اتحرك ويروح صاحي يمشي ورايا. الحته اللي انا موجوده فيها لازم رعد يبقى قاعد فيها، ما ينفعش. بس عايزه اقول لكم عمل فيا حركه من كام يوم، لولا بس يعني ما ينفعش ان انا اوريها لكم. بصوا قاعده، كان عندي شويه خيار، كان عندي شويه خيار، كانوا يعني كم، يعني قد 2 كيلو كده، فخفت يبوظوا، فقلت اقطعهم للطيور يعني للفراخ. فقاعده بقى ايه افرطهم للفراخ، فمش مديه يا اخوانا. رعد جه بقى، كان نايم وبصيت لقيته جه قعد جنبي، مش قعد، وقف بيبص في الطبق اللي انا بقطع فيه الخيار، طبق استانلس كبير كده، فبيبص فيه. فانا مش مديه يا اخوانا ان هو يعمل حاجه يعني، قلت عادي بيبص على الخيار. واذ فجأة يا بنتي انت وهي لقيته راح ماسك في ايدي، وراح عضني في كتفي، والله اتعورت، عايزه اقول لك اتعورت يعني. وسنانه غرزت في ايدي، لدرجه ان هي اتعورت وزرقت من حواليها كده، السنتين مكانهم باين والله. يعني ما ينفعش ان انا اوريه لكم، لان انا كنت مشمره ايدي. فبصوا هو جايه بحته لفوق شويه، يعني مش عند كفه ايدي كده، لا فوق. ف سنانه غرزت في اللحم كده، فخربتها وطلعت دم بقى، وحواليها زرق. وفوق في كتفي معرفش انا يعني، هو 4 سنان معلمين في ايدي وضوافره، وهو بيمسك كده ايدي، وهو كلبش في ايدي مره واحده، راح معورني في ايدي بقى. انا ما حسيتش بالتعويره اللي في ايدي دي الا والدم عمال ينزل. بصوا بقى، عايزه اقول لكم شرخ والله العظيم، شرخ لي كفه ايدي شرخ كده من فوق كده شويه، بس يعني زي ما يكون ضفره شد الجلد حفرها. فانا ما خدتش بالي، ما انا اتفاجئت. فالمفاجاه الصدمه اللي انا شفتها والفزعه والخضه خلتني زي ما تقولي ما حسيتش بالالم. فما حسيتش غير ولاقيه دم بينزل بقى، دم كتير. فببص لقيت ايدي متعوره لغايه دلوقتي بقى. عايزه اقول لكم الكلام ده بقى له يمكن 4-5 ايام والله العظيم. لغايه دلوقتي ايديا وجعاني، كنت حاسه ان يعني ورمه كده من حوالين بتاع الجرح ده، وال4 سنان مزرق حواليهم ومخرومين. فالقط ده ملوش امان والله، بس هعمل ايه؟ حيوان. عايزه اقول لكم هو عمل كده ليه. هي بصوا الغلطه غلطتي ان انا ما انتبهتش ان رعد كان نايم، وان انا وانا بخرط الخيار فهو شايف ايدي بتتحرك، يعني شايف ايديا وانا بخرط الخيار، وهو جاي من جنبي من ورايا كده، مش من جنبي بالظبط من قدامي، لا من ورايا. فهو شايف ايديا بتتحرك، دراعي بيتحرك، لكن مش شايفني، مش باصص عليا، هو باصص على ايدي وهي بتتحرك. فهو ده حيوان يا ولاد، حيوان مش بني ادم فاهم. فهو حط في دماغه او شايف ان اللي قدامي ده بيتحرك، ده حاجه قدامه بتتحرك، راح ماسك فيها وراح مكلبشها وراح عضدها بقى. يعني بدليل ان هو مسك ايديا بضوافره من غير ما يشوفها، فعور ايدي، يعني عورني في ايديا الاتنين، في ايدي، في كفة ايدي الناحية التانية، وفي دراعي اللي بقول لكم خرموا 4 أخرام 4 أخرام والله العظيم اقسم بالله. حتى كنت اليوم ده تعبانه يعني، تعبت. بقول لكم لغايه دلوقتي الجرح مزرق حواليه كده وبألم مكان سنان. بس ده حيوان يعني، هنعمل يعني نرميه في الشارع؟ بس عايزه اقول لكم ان هو بعد ما عمل كده حسيت ان هو ندمان وجاي يتأسف بقى، وقعد يتمسح في الارض كده
انه شافني وانا بصرخ. اول ما عضني صرخت، انا هكدب عليكم صرخت، لان اولا جت على غفله كده، في نفس الوقت هو ما يعني هو عضني عض بعنف يعني. قعد يومين، حاسه ان هو عارف ان هو عمل حاجه غلط، فبيجي يتمسح فيا كده ويجي قال يعني بيستسمحني يعني. بس انا قعدت يومين برضو مش طايقاه. ففي الاخر هقول ايه، ده حيوان يعني. احنا اللي ربنا سبحانه وتعالى ادانا العقل يعني. فالمفروض ان انا كنت اول ما عدى، من اول ما جه وقف ورايا كده او جنبي، ما اديهوش فرصه انه يقف. لا، هو يا اما يبقى قدام طالما انا بتحرك او بحرك ايدي، يبقى لازم يبقى قدامي في وشي عشان ابقى عارفه ردة فعله، او هو يبقى شايفني. انما انا وانا مدياله ظهري او هو جنبي كده مش شايف وشي، فممكن يعمل اي حركه وتاذيكي، زي اللي عملها معايا دي، يا اما وبرده ما بيبقاش فاهمها.